ورحمة الله تعالى وبركاته حبايبي في كل مكان وفي كل الوطن العربي الحبيب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحمينا جميعا في أوطاننا وفي أبداننا. زي ما أنتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. أنا التمر ده أنا بليته، هو نشف مني شوية عشان غيبت عليه صراحة في التصوير. شايفين الجذور ديت المفروض كانت تكبر عن كده عامة شوية، وعشان نعرف البذر الذكر من الأنثى شايفين النغزة اللي طلعت منها التنبيت دي بتبقى في نغزة عاملة زي عقلة الصبع كده، اما تبقى في المنتصف بالظبط بتبقى ذكر، جت يمنا زي ما انتم شايفينها شويه كده بتبقى انثى. خلاص، فانا هنبتدي ننزل عود قدام منكم، مش هنستنزل بقى لما تجزر تعمل جذور، لان المنديل نشف مني، المفروض ما كانش نشف مني. نشف مني خالص، كان المفروض تاني متبلل شويه، فده طالما نبتت كل ان شاء الله هينبت. خليكم معايا بقى كده وانا بزرع. ده التمره دي تمره المدينه عند النبي صلى الله عليه وسلم. اشتريت الكيلو ب 300 جنيه صراحه، ما اشتريتش كيلو عشان اكون صادق معاكم، اشتريت ربع كيلو من عند فتح الله. خلاص، التمره السمراء التمره النبويه من عند النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه. خدوا بالكم بقى، معلش النوايا اللي كنت زارعها اهي هنخلي ديت ناحيه تحت كده، بس انا عايز اعلي شويه التربه عشان يبقى الجذور لما تتمدد، جذور النخل بتعوز تبقى طويله بتطول، فانا هنرفع لها الايه التربه خلاص كده، وبعدين نحطها كده براحه اهي برفق، ونحط عليها شويه تراب زي ما انتم شايفين كده. تمام كده. اختها نفس الفكره، نحط عليهم شويه ثوم بس صغيرين كده تهويه للجذور ويعرف يصرف الميه بتاعته، وبعدين نحط التربه زي ما انتم شايفين كده. هنا ارفع التربه ما تخافش، هي كده كده هتهبط في الري، وازرع حط النوى. انا طبعا هختار نوى ليه اللي هو نجيبه اللي هو الاسمر ده، ماشي زي ما انتم شايفين اهوت. هزرع في كل واحد يعني 2، ممكن نخليهم 3، نبقى نجيلهم بعد كده في في ضرب العين اللي هو في امشير في الشتاء لما يطلع. خلاص، دي نفس الفكره اهي. جزاز، اي جزازه عاديه عندك في البيت، اي اخويا او اختي او ابني او بنتي اهم، اي زجاجه عندك، زجاجه ميه عاديه، ميه شرب، ميه غازيه، ميه معدنيه اهي، هزرع لك فيها تمرتين زي ما انتم شايفين كده. خلي الفلجه دي ناحيه فوق، وعامه الفوق فوق وتحت الله عز وجل سبحان الله بيسر لكل بذره بتنزرع في الارض ملك بينزل يعدلها هو بمشيئه الرحمن. هو لازم يكون عندنا ايمان بكده، اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكده، فلا بد يكون عندنا ايمان بكده. طبعا الزجاجه ديت زي ما قلت لكم انا فاتحها من تحت منبس كده ثقب زي ده كده عشان يصرف الميه، لان لو ما اتصرفتش الميه هيحصل عفن جذور وهيموت الجذور. جرب مني زيادة نحط البذره كده عشان اخواتنا يشوفوا بس. الله يرضى عليك اهي. هنخلي في كل علبه 4، مش هتزعلني في حاجه، هنبقى ننجلهم زي ما قلت لكم اهي. بس كده هنخلي دي كده، دي فتح منها كده. زي ما انتم شايفين معايا، بصوا النخله دي كده، جرب كده يا باشمهندس زياد. النخل ده النخل البرحي اللي احنا زرعناه السنه اللي عدت. هنا نخلتين مع بعض، شايفين 2 واحده ودي الثانيه. جرب كده اعمل زوم عليها يا زياد اهي، ادي نخله ودي الثانيه. خلاص كده. جرب كده يا زياد. انهم في بعض بس مش في بعض قوي يعني، عشان لما نحب ننجل في الشتاء ما نلاقيش الجذور ماسكه في بعضها من فوق قوي، تبقى من تحت مش مشكله، ونعمل نفرقها بعيد عن بعضها اهي.
كده ايه زي ما انتم شايفين اهوت، وزي ما انتم شايفين زي ما قلت لكم، ده النخل البرحي اللي احنا زرعناه السنه اللي عدت. ديت زرعه متاخره، وديت برضو اهي، ده نخل برحي. النخله اللي انتم شايفينها دي بمشيئه الرحمن هتاخد السنه دي، هننجلها السنه دي في جركن كبير من دول. يعني دي على ما هي كده بتعمل لها 1000 ونص نخل برحي. تجمد وتصب ارضيه كويسه من تحت والجذور تكبر كده، بتخش في ال 4000. سبتها عندك في برميل ازرق وثمرت عندك بتبيعها ب 30000، لانها بتطلع من حوالي 7 سباطات ل 20 سباط. السباط الواحده بتعمل لها بتاع حوالي 25 30 كيلو احيانا. ففي كيلو ب 70 جنيه وبوصل 100 جنيه احيانا. النخل انا بتكلم اهي، شايفين دي طبعا مطلوره منها شجر ملوخيه. الشجر ده شجر زينه مش عايزينه. شايف النخله دي بس نوى البلح غير النبات التاني الطبيعي. خلاص، واستودعكم الله حبايبي في كل مكان، وجزاكم الله خير، وبشكركم على صبركم عليا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.